دلوقتي معايا أهم عضو في الألج وهو سيادة النائب محمد مصطفى عبد العزيز، مدير عام سابق للإنتاج الحربي، رئيس النقابة العامة سابقا لمدة 30 سنة، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للإنتاج الحربي، مؤسس حزب مستقبل وطن والإعلام الحزبي لمركز الخنكة. سيادة النائب هو الضيف الثاني لهذه الأمسية، وهو هيكلمنا كما يشاء، يا إما عن حرب أكتوبر، حرب الكرامة 73، أو عن حرب غزة وفلسطين. وما زلت بقول العنوان الرئيسي: هل الحرب على غزة هو تحرير فلسطين أم احتلال مصر؟ اتفضل سيادة النائب. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. أولا مرحب بكم في البلد، كل النجوم اللي حاضرين ومشرفينا، نورتوا الألج وشرفتونا جميعا. الحقيقة عايز أبدأ بس بعبارة كده أنا مؤمن بيها جدا، رسالة بقول فيها: اعلم أن الإحساس بالعزة لا يعرفه الذليل. الإحساس بالعزة لا يعرفه الذليل، والدماء الشهداء تطهر الأرض من أعوان الشيطان تدحره بإذن الله. إنها الحرية يا سادة. والحقيقة كلمتين اللي عايز أتكلم فيهم عن مصر، وهتتربط بغزة وبفلسطين العزيز. ليست صدفة، من أحسن ما قرأت وشعرت، ليست صدفة أن تكون مصر أول دولة على كوكب الأرض منذ آلاف السنين. ليست صدفة أن تأخذ اسمها من اسم ابن سيدنا نوح عليه السلام. ليست صدفة أن يولد فيها نبي الله إدريس ويكون أول من كتب الأحرف بيديه وأول من فصل الملابس ليلبسها البشر. إنها مصر. ليست صدفة أن يطلق الناس منذ فجر التاريخ على النقود والأموال اسم مصاريف ومصرف مشتقة من مصر. ليست صدفة أن يشتري أحد المصريين نبي الله يوسف عليه السلام ويعيش فيها ويموت في مصر. ليست صدفة أن تكون فيها خزائن الأرض ويكون نبي الله بمثابة رئيس الوزراء فيها. ليست صدفة أن يأتي إليها كل بني إسرائيل. ليست صدفة أن يأتوا جدود اليهود ويكون النبي صلى الله عليه وسلم